And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم لينك كواي والانستا في صندوق الوصف. انزلوا دعمونا على زر التشكرات تحت الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتفعيل زر الجرس. ويلا نبدأ احداث الدراما مع بعض. هو بيبدأ الجزء التاني بيو وهي بتظهر وهي متكتفة ومتغمى عينيها ومحبوسة في مكان لوحدها، وبتروح لها تشو تقرب منها وتضربها بالقلم وتعتدي عليها وتقول لها اني اخيرا حصلت عليكي. فتبص البطلة عليها وتلاقي حراس كتير، وتبص لها وتقول البطلة السينمائية التي تريد الشهرة بطرق غير شرعية وصديقها الطفولة. فبتتعصب جدا تشو تقول لها اسمتي عن الكلام الهراء الآن، وتقف وتقول لها اسمعي مين اللي بيحرضك على فعل هذا ليه، وطلب منك تصويري في غرفة المنتج ليلا. فبتقول لها البطلة قربي هنا وانا اقولك. فبتقرب منها وتمسكها وتشدها وتوقعها وتجري وتقول تشو للحراس امسكوا بيها ولا تدعوها تهرب من هنا، وتخرج يو للخارج لكنها بتخبطها عربية وتقع على الارض. ويظهر ان هو واي ويروح لها ويقرب منها ويقول لها كيف حالك الان. فاول ما بتشوفه بتفتكره وهو بيشدها وبيقول لها ان هو مغرم بيها جدا لما كان فاكرها حبيبته تشو، لكنها بتفقد الوعي ويشيلها ويمشي بيها. وبعدها بتظهر البطلة وهي على السرير وبتبدأ ان هي تفوق وراسها بتكون بتألمها جدا، واول ما بتفتح عينيها بتلاقي واي واقف جنبها ويقول لها استيقظتي اخيرا. فبتقول له انت مين؟ فبيمسكها من ايديها ويقول لها انت لسه ما زلت بترتدي ذلك الخاتم، ويتعصب جدا. فبتقوله ان هو بتاعي، لكن بيجيله الطبيب ويقول اهدأ من فضلك، وان ما زالت رأس المريضة مصابة وان هي اصيبت ببعض من فقدان الذاكرة المؤقت، ومن الواضح ان هي لن تتذكرك حتى. فيبص لها البطل ويقول لها انتي هل تتذكري اسمك؟ فتشاور له وتقول له لا. فبيقول لها اين تسكني؟ ولكنها ما بتكونش فاكرة اي حاجة. فبيغضب جدا ويقول لها انه من السيء جدا ان انا التقيت بيكي ويسيبها ويمشي، لكنها بتمسكه من ايده وتوقفه وتقول له اذا فانت المسؤول عني. ويبصوا لبعض ويغضب جدا البطل من اللي بيحصل. وبعدها بتظهر البطلة وهي في منزل واي وبتلعب وبتقول اني لن ادعك تهرب مني هذه المرة. وبيكون واي بيكلم نفسه وبيقول اني ماذا سافعل معها. ويبص يلاقيها قاعدة بره وبتشاور له، ويقوم ويروح لها وتقول كنت اعلم انك لن تتركني وحدي. فبيقول لها انك لا تفهميني غلط، واني لن اتركك تتجمدي من البرد في الخارج، وان هو امر مزعج ولا تأتي الى هنا مرة اخرى. وبيديها الغطا ويقول اقضي هذه الليلة هنا فقط، انها ليلة واحدة وبعدها لا اريد ان اراكي مرة اخرى. فبتفرح جدا البطلة وتقول في سرها جيد جدا واني ساكون هنا لفترة. وقبل ما اكمل باقي الملخص احب انوه عن قناتي التانية وورد اوف اكشن، ادخلوا اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس، هتلاقوا هناك مسلسلات جديدة ومختلفة عن هنا. اتمنى تنوروني هناك كلكم، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف والتعليق مثبت. ويلا نكمل احداث الدراما مع بعض. وبالليل بتظهر وهي نازلة للغرفة الخاصة وبتتسحب وتقرب من الباب ويشوفها البطل ويقول انت بتعملي ايه هنا في الغرفة الخاصة ليه؟ فبتتصدم البطلة وتقول اني كنت ببحث عن المرحاض. فبيقولها ان هو ليس هنا، اذهبي من هنا الان. وبتمشي. وتاني يوم بيظهر البطل وهو لسه صاحي وبيتفاجئ بتشون هي موجودة عنده ويقول لها كيف اتيت الى هنا. وبتقول له واي استيقظ جيدا ودعنا نتناول الافطار. لكن بتدخل عليهم البطلة وهي لسه صاحية وتقول ما هذا الصوت، وتتصدم تشاو اول ما بتشوفها وتبص لواي وتشاور عليه وتقول هي بتعمل ايه عندك هنا. فبيقرب منها واي ويقول لها تشو انها حبيبتي ويشدها عليه ويقربها منه اكتر، وتضحك يو وتقول حقا نحن قربنا على الزواج. فبتغضب جدا تشو وتقرب من البطلة وتضربها وتقول انت من قام بتصويري، لكن بيمسك ايديها واي ويقول تشو اننا انفصلنا. فبتقول لها اننا لو انفصلنا حتى لا تقترب من الشخص الذي قام بتصويري وتأتي بها إلى هنا للمنزل لتقضي ليلة معك. فيقول لها اسمعي تشو إني أعرفك جيدا ونحن قريبين من بعضنا البعض، كان قلبك ليس معي، كان مع الشهرة والمال فقط. ويزقها يبعدها عنه. فتقول له تشو أنت اخرجي بالخارج من منزله. ويبدأوا الاتنين يتخانقوا مع بعض ويغضب جدا واي ويقول أنتم الاتنين اخرجوا للخارج الآن.
وبعدها بتظهر البطلة وهي خارجة من الحمام وبتنادي على واي وتقول له اعطيني ملابسي، وبتحاول ان هي تغريه لكنه بيقول لها لا تفكري بهذه الامور كثيرا ويسيبها ويمشي. وبعدها بيظهر وهو قاعد والبطلة بتروح له ويقول لها ان حان وقت الذهاب من المنزل لك الان. فبتقول له البطلة اني فتاة صغيرة واني فقدت ذاكرتي بسببك وان قلبك لن يسمح لك بترك واحدة في الشارع. فيبص لها ويقول اني متأكد تماما اني لا اعتقد ان في اي خطر عليكي. فبتغضب جدا البطلة وما تتكلمش وتبص جنبها تلاقي صورة فتاة وتقول حتى مع ذلك، وتطلع موبايلها وتصور الفتاة من غير ما يعرف وتكمل كلامها وتقول اجعلني بجانبك انظف لك المنزل واعتني بيك. فبيمسكها ويقول لها اني لست بحاجة اليك وان الباب هناك، اذهبي من هنا الان، ويزقها تمشي. وبعدها بتظهر البطلة وهي بتبص على صور الفيلم الجديد بطولة واي ومعاها تشو وتقول انها سيئة جدا وتطلع القلم وتبوظ الصورة وتبص عليها وتقول ان هي اصبحت جيدة الان وتمشي. وبعدها بتظهر وهي واقفة بعيد بتبص على واي وهو معاه فتاة مقربة منه وبتبكي وتقول اني حامل، وتصورهم وتبص في الصورة وتتفاجئ ان هي الفتاة التي في الصورة موجودة عنده في المنزل. فيقول البطل ان هذا الطفل لابد لي من التخلص منه على اي حال، وان اذا اردت انجابه عليك ان تعرفي اني ساتخلص منكم انتم الاتنين. فتحاول البطلة ان هي تصورهم تاني لكنهم بيشوفوها. وبعدها بتظهر البطلة وهي بتقول ان ليس لديه قلب ان هو يريد التخلص من طفله، واني سوف اظهر حقيقتك للجميع ايها الممثل الكبير. وتنزل صوره على الاخبار ويشوف واي خبر عنه ويزعجه جدا، فيطلع موبايله ويقول ان هذه الاخبار تزعجني كثيرا وتؤثر على شهرتي كثيرا وتصرف الآن. وبيقفل وبعدها بيظهر وهو رايح ليه وتتصدم لما تشوفه وتقوله كيف وجدتني، ويقول لها انك تسللت الى منزلي لتكشفي اخباري للعامة وانك تصنعت بانك فاقدة للذاكرة. لماذا تفعلي ذلك؟ فتبصله وتقوله انك شخص سيء جدا وانت تعرف نفسك جيدا وانك اكتشفت حقيقتك الان الى الجمهور الذي يثق بك لمنع الفتيات الجميلة من التقرب منك. فبيضحك ويقول لها اسمعي، المال الذي تريديه سوف أدفعه لك ولكن سأخذ بانتقامي منك الآن. وبياخد موبايلها وبيرن وبيرد عليه ويتصدم من الخبر اللي بيبلغوه بيه. وبهنا نكون خلصنا أحداث الجزء الثاني. ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وابعتوا لينك القناة لأصدقائكم وحبايبكم وهاتوهم في التعليقات نرحب بيهم. وما تنسوش تدخلوا على قناتنا التانية هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف والتعليق المثبت، هتلاقوا هناك مسلسلات جديدة وكمان مختلفة عن هنا. واسيبكم يا حلوين مع تعليقاتكم الحلوة زيكم، بحبكم أوي، شكرا لكم جدا. بس يا حلوين اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.